طبعا اتكلمت معاكم قبل كده عن عملة اسمها افا كوين او بوت عن طريق التليجرام، بتقدر تشتغل عليه او تعدل عملات وبتقدر تكسب منه فلوس. كلمتك قبل كده عنه، ولو انت جديد وحابب تفهم تقدر تشوف الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده، هسيب لك الرابط في الوصف. ولو حابب تكمل الفيديو ده هتفهم برضو كل حاجة. فالفيديو ده علشان اعرفك ازاي توثق الحساب بتاعك زي ما انا وثقت كده، وهوريك دلوقتي الطريقة بكل سهولة، وهتقدر ان انت توثق حسابك من غير ما تدفع ولا جنيه. فطبعا الناس اللي اشتغلت على افا كوين فاهمين انا بتكلم في ايه. طبعا البوت كان شغال عادي، فجأة كده حصل تحديث قالك علشان تكمل فيه لازم توثق حسابك ب $30. فطبعا انا واحد من الناس اللي جمع النقاط، جمعت اكتر من 400 الف نقطة، وحاولت ان انا اسحب فلوسي، وبالفعل عملت عملية السحب. كان المفروض يوصل لي يوم الثلاث، بس حصل ان في تحديث نزل قالك علشان طبعا تكمل او اي حد عمل اي عملية سحب مش هتوصله الا لما يوثق حسابه يدفع $30. فطبعا انا مبدئي في الشغل عن طريق الانترنت مش بدفع اي فلوس ومش بعمل ايداع خالص، الحاجه جت مجانا تمام، هشتغل فيها وهدوس فيها عادي. لقيت بيطلب مني فلوس ما بكملش، انا واحد شغال كده وكل واحد حر. في ناس طبعا وثقت حساباتها ب $30 فما فيش مشكله، بس زي ما قلت لك انا واحد ما بدفعش جنيه خالص في حاجه زي كده. فطبعا لما نزل تحديث جديد اتشال طبعا موضوع الفلوس ده، وقال لك وثق الحساب بتاعك عادي. بس التوثيق هنا في طريقه كده معينه علشان تقدر توثق حسابك. لو جيت تكتب الجيميل بتاعك، يعني كتبت مثلا وليكن محمد ايوب 95 مثلا @gmail.com، مش هيجي لك رساله التفعيل. طيب تعمل ايه؟ تعمل حساب روسي، تعمل حساب ياهو، تعمل بريد الكتروني عادي ما يكونش بالجيميل، اي حاجه من الحاجات دي علشان يجي لك الكود وتقدر توثق الحساب بتاعك. انا واحد من الناس حاولت قبل كده ان انا اوثق وكتبت الجيميل بتاعي اكتر من مره، ما كانش بيجي لي رسائل خالص. ودلوقتي اول ما بدات اعمل حساب روسي زي ما هوريك دلوقتي، هوثق الحساب بتاعي بكل سهوله. تمام. فزي ما انت شايف كده بدات اروح على الحساب القديم اوريك ان انا وثقته، وهدخل على حساب تاني انا عامله برقم تاني على التليجرام تاني خالص مختلف، وهوريك دلوقتي هوثقه قدامك وهعمل ايه علشان تفهم كل حاجه. طبعا بعد ما شفنا كده الحساب القديم بتاعي، هبدا اروح على الحساب التاني. بدات ادخل عادي واروح على كلمه بروفايل، هتلاقي هنا بيجيب لك خطا ان انت لسه ما وثقتش حسابك. ابدا ادخل، واول حاجه هتعملها تبدا تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتهم على التليجرام. فلو انت عاملها ابدا اعمل شيك، لما بتعمل شيك هيجي لك علامه صح فاول حاجه. طيب تاني حاجه بيقول لك اكتب لي الايميل بتاعك. فهنا طبعا زي ما قلنا هنكتب ايميل بقى، سواء حساب روسي سواء ياهو اي حاجه من الحاجات دي، علشان يجي لك رساله التفعيل او كود التفعيل بتاعتك. تمام. فابدا هنا اكتب الايميل بتاعي. بس طبعا انت واحد دلوقتي ما عندكش حساب روسي، هتعمل ايه؟ هتبدا تروح مثلا على جوجل كروم، تكتب اسم ياندكس الكلمه اللي هتظهر قدامك دي، او ان انت تحمل الابلكيشن بتاع ياندكس، حاجه كده شبه الجيميل بتقدر تسجل حساب عليها ويجي لك طبعا لو هتستقبل بريد تبعت بريد زي طبعا ما بنستخدم الجيميل العادي. فهنا طبعا بدات ادخل واسجل، اعمل لوجن عادي وهبدا اكتب الرقم الموبايل بتاعي. بمجرد ما تكتب رقم موبايلك هيجي لك كود تفعيل علشان تعمل انشاء حساب على ياندكس. وبعد ما تكتب كود التفعيل هيجي يقول لك طبعا انت معاك حساب قبل كده ولا هتعمل حساب جديد. فطبعا انا لسه جديد فهبدا اعمل اد اكونت، وهبدا اكتب الاسم بتاعي، الاسم الاول والثاني. وبعد ما تكتب الاسم الاول والثاني هيبدا طبعا يجي لك يقول لك اكتب لي اليوزر، اكتب اليوزر اللي انت عاوزه لحد ما يجي لك علامه صح. يعني مثلا انا اسمي ايوب فاكتب ايوب 95 74. اكتب بقى اللي يريحك. وبعد ما تكتب اليوزر هتبدا تكتب تحت الباسورد بتاعك. كتبت الباسورد هتبدا تعمل انشاء. وطبعا هرجع لحسابي على التليجرام، هبدا ادخل على البوت واكتب كده في الايميل، اكتب الايميل بتاعي المكتوب في ياندكس هكتبه هنا. بس هنا في حاجه مهمه جدا، مش هكتب دوت كوم. يعني مثلا هكتب ايوب 95 74 @yandex.ru، مش هكتب دوت كوم. كتبت دوت كوم مش هيوصل لك رسائل. مجرد ما هتكتب اريو هيجي لك الرساله بتاعتك على طول بكود التفعيل. ومجرد ما هتكتب كود التفعيل بتاعك هتبدا تعمل شيك، وبكده انت وثقت حسابك على البوت وتقدر تستخدمه. البوت نزل تحديث كويس قوي. لو خدت بالك في الفيديو اللي انا موريه لك دلوقتي هتلاقيني جمعت ال 7500 نقطه من غير ما اضغط ضغطه واحده، غير على علامه كده في الجنب شبه البلطه، مجرد ما ضغطت عليها بدا يجمع لي ال 7500 نقطه يمكن في اقل من نص دقيقه زي ما ظهر قدامك دلوقتي. يعني مش هتحتاج لاوتو كليك ولا تعمل اي حاجه، كل اللي عليك هتدخل كل يوم تبدا تضغط على العلامه دي، بيجي لك طبعا نقاط كل 24 ساعه. مجرد ما هتضغط انت كده جمعت النقاط بتاعتك. طيب احنا قلنا علشان نسهل في جمع النقاط ندعي ناس. فهنا طبعا اي حد هتدعيه ومجرد ما تبعت الرابط بتاعك ويسجل لازم يوثق، لان لو ما وثقش مش هيوصلك النقاط بتاعته، وهو طبعا مش هيستفيد حاجه، لان لازم يوثق بالطريقه اللي انا وضحتها لك دي. فضروري الحق استخدم البوت قبل ما يحصل اي تعديلات تانية. يمكن انا واحد من الناس اول ما اتكلمت عليه كنت جيت متاخر،
بدات اتكلم عليه وبعد ما جمعت النقاط والمفروض الفلوس هتوصل لي، للاسف حصل تعديل ان انا اوثق حسابي. وساعتها الصراحه اتضايقت قوي، لان طبعا كان طالب مني $30 وانا كنت مش واثق برضو ان انا ادفع فلوس في حاجه انا ما جربتش او سحبت منها، رغم ان في ناس كتير قالت ان هو صادق وفعلا البوت صادق، بس ما حبيتش ادفع اي فلوس. فانا حبيت بس اوريك ازاي توثق، ويا ريت طبعا الناس اللي سجلت عليه تدخل توثق حساباتها علشان تستفيد. وزي ما قلت لك يا صاحبي، طالما ما دفعتش جنيه في حاجه ما تزعلش، تمام. وده طبعا كان فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.